الانجن اكس هو الجندي المجهول لكتير من التطبيقات الضخمة في العالم زي الستريمينج بلاتفورم وكمان الاي كوميرس، وبيكون قادر ان هو يتعامل مع ملايين الريكوست في الثانية. طب ايه اللي مخليه سريع كده وسكيلابل وافيشنت، وازاي بيقدر يتعامل مع الحجم الضخم والمهول ده من الترافيك؟ ده اللي هنعرفه النهارده، فخلونا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ علشان نفهم مع بعض سرعة انجن اكس وازاي هو efficient، لازم نبص الاول على التراديشنال ويب سيرفرز ونشوف كانت ازاي بتتعامل مع الريكوست قبل كده. فعلى سبيل المثال سيرفر زي اباتشي زمان كان بيستخدم موديل شهير جدا وهو اللي بيتقال عليه ثريد بير ريكوست موديل. يعني كل ما يوزر ريكوست جديد بيجي السيرفر بيقوم ثريد مخصوص للريكوست ده. والكلام ده يبان منطقي لحد ما الترافيك يبدأ يكبر بشكل كبير. فلو كان عندنا على سبيل المثال 3 يوزر ريكوست، ال3 دول محتاجين 3 ثريدز مخصصين ليهم. طب ايه الحل لو كان عندي 2 سي بي يو كور بس؟ ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها هنحتاس لان الثريد التالت هيقعد مستني دوره على ما واحد فيهم يفضى. ولكم ان تتخيلوا بقى ده على سكيل كبير مثلا زي الاف او ملايين من المستخدمين ممكن يبقى شكله عامل ازاي. هنلاقي طبعا هاي ميموري يوزج، وكمان هنلاقي فريكوينت كونتكست سويتشنج. ولو ما كانش فيه اداره ليهم بشكل كويس ومانجمنت للكونتكست سويتشنج والميموري يوزج، ممكن يحصل بطء في السيستم ككل او حتى كمان كراشز. وهنا بقى بيجي انجن اكس بالاركتكتشر بتاعه علشان يحسن من كل ده. فبعكس التراديشنال ويب سيرفرز اللي هي بتعمل ثريد لكل ريكوست، فانجن اكس مش بيعمل كده، ولكن هو بيشغل عدد صغير من الوركر بروسيسز، غالبا بيكون واحد لكل سي بي يو كور، وكل وركر يقدر يتعامل مع الاف الكونكشنز في نفس الوقت. فبيكون عندنا على سبيل المثال ماستر بروسيس. الماستر بروسيس ده مش بيشيل الترافيك بنفسه، ولكن شغلته ان هو يدير الكونفيجريشن ويعمل سبون للتشايلد بروسيسز، وكمان يعمل جريسفول ريلود. يعني ايه جريسفول ريلود؟ الجريسفول ريلود هنا معناه ببساطه ان السيرفر يقدر يعمل اعاده تحميل للكونفيجريشن من غير ما يضطر ان هو يكل اي تشايلد موجود او ان هو يقطع اي كونكشنز كانت اوريدي شغاله. فبدل مثلا ما اروح اعمل كيل او ان انا اقطع كونكشن كانت موجوده من الوركر بروسيسز اللي هم شغالين عليها، فهو هيروح بنفسه يقوم وركر تانيين ويخليهم ستاند باي، وبعدين يبلغ القدام انهم ما يستقبلوش اي كونكشنز جديده ويكملوا شغلهم عادي جدا في الريكوست اللي كانوا شغالين عليه. واول ما يخلصوا يمشوا ويجي مكانهم الوركرز الجداد اللي جاهزين بالكونفيجريشنز الجديده بتاعتهم. وعندنا كذلك الوركر بروسيسز، ودول بقى هم الجنود المجهوله اللي بحقه حقيقي. فكل وركر بيلسن على الكونكشنز اللي جايه وبيبدا يهندل الريكوست اللي جاي، وبيستخدم طبعا بيهايند ذا سين الايفنت لوب اركتكتشر علشان يقدر يبدل بسرعه بين المهام الاكتف والمهام اللي مضطريه انها تستنى اي او اوبريشن على سبيل المثال. وهنلاحظ كمان ان عندنا كاش مانجر وكاش لودر، ودول بيكونوا ورا الكواليس بيديروا عمليه الكاشنج للتحسين من الاداء، خصوصا كمان مع الستاتيك كونتنت. ولو جينا نقرب اكتر جوه مثلا واحد من الوركر بروسيسز دول علشان نشوفه عامل ازاي، هنلاقي ان الانترنالز بتاعته بالشكل ده. الريكوست اولا بتتصف في الليسن سوكت زي ما احنا شايفين، وبعد كده السوكت هنا زي بايب او انبوبه بتربط ما بين السيرفر والكلاينت، وبتفضل مفتوحه طول الوقت. يعني طول وقت الكونكشنز السوكت دي بتفضل مفتوحه، او بمعنى تاني لما الكلاينت او المتصفح بتاعنا على سبيل المثال يكلم السيرفر بيعمل تي سي بي كونكشن عن طريق السوكت ده. وساعتها الريكوست اللي بيتنقل جوه الكونكشن ممكن يبقى اما HTTP GET ريكوست مثلا على سبيل المثال علشان نحمل صفحه معينه، او HTTP بوست مثلا علشان ابعت فورم معينه، وهكذا. والليسن سوكت ده بيحتفظ بباكلوج كيو للكونكشنز اللي لسه الوركر ما عملهاش اي شغل، يعني لسه الوركر ما قبلهاش اصلا. فممكن نعتبره زي اوضه صغيره لاي كونكشنز جديده اكنها خبطت على الباب مثلا ولسه محدش فتح لها. ولو كان في زحمه والاوضه اتملت، اي حد جديد هيمشي، او بمعنى تاني اي ريكوست هيترفض. وطبعا في البرودكشن بنبدا نظبط الاوبريتنج سيستم واعدادات انجن اكس علشان نكبر اوضه الانتظار دي لاقصى حد ممكن. واول ما الوركر يقبل الكونكشن الجديده من الليسن سوكيت مش بيقعد يستنى لحد ما الريكوست يخلص. فلو كان مثلا عندنا كونكشن مستني اي او اوبريشن زي قراءه ملف مثلا، او انه يجيب ملفات مثلا، او انه يجيب بيانات من داتابيزز، الانجن اكس مش بيعمل بلوكينج للاوبريشن او الكونكشنز اللي كانت بتعمل اي او دي، ولكن بيركنها على جنب وبهدوء يروح للي بعده على طول ويبدا يشوف الكونكشنز اللي عليه الدور او الريكوست اللي عليها الدور. وكمان بيبدا يتابع كيو تانية اسمها كونكشن سوكيت.
ودي اللي بيكون فيها الريكوست اللي خلصت الاي او اوبريشن خلاص وبقت جاهزه انها تكمل وتشتغل عادي جدا. والميزه هنا ورا الاثنين سوكت دول ممكن ان يكون في الاف من الكونكشنز الفعاليه، فبدل ما نخصص ثريد لكل كونكشن، الوركر هنا بيستخدم الايفنت لوب اركتكتشر زي ما اتفقنا قبل كده علشان يقدر يبدل بسرعه بين الكونكشنز دي بينها وبين بعض، وبيبدا يشتغل على اللي جاهز ومستعد منها. ولو حد كان مستني اي او اوبريشن بيسيبه في حاله ويروح ياخد ريكوست تانية يشتغل عليه. ولو اللي قبليه خلص شغل في الاي او بيفضل مستني في الكيو التانية اللي اتفقنا عليها، وهكذا. فمن خلال الاتنين كيو اللي عندنا الليسون سوكت والكونكشن سوكت، بيبدا كمان مع الايفنت لوب الوركر ثريد تبدا تشتغل بشكل سريع جدا وبشكل افيشنت جدا. واللي فيكو كان اشتغل بنود جي اس قبل كده هيلاقي ان فكره الايفنت لوب ديت مألوفه شويه، وده لان بالفعل انجن اكس ونود جي اس الاتنين يعتبروا شغالين بالايفنت دريفن والنون بلوكينج، بس في فروقات ما بينهم. اي نعم الاتنين مش بيفضلوا بلوكد بالاي او اوبريشن، ولكن كيفيه ادارتهم للكونكرنسي والسكيلينج بتكون طبعا مختلفه. طيب كده احنا عرفنا قوه انجن اكس كويب سيرفر والاركتكتشر بتاعه والانترنالز بتاعته. خلاص انا دلوقتي هروح احط انجن اكس ويب سيرفر عندي، بس خلونا نفترض دلوقتي ان الابلكيشن بتاعي كبر كمان وبقى بيجي لي ملايين من المستخدمين. وقتها هعمل ايه؟ بكل تاكيد سيرفر واحد مش هيكون كفايه، فهروح احط مثلا 10 من الانجن اكس ويب سيرفر علشان يقدروا يتحملوا اللود ده. ولكن السؤال اللي هيجي لنا هنا هو مين اللي هيقرر اصلا كل ريكوست هيروح لانهي سيرفر من ال10 دول؟ وهنا بقى هيجي دور اللود بالانسر. في الحالة دي نفس الانجن اكس ممكن يشتغل كلود بالانسر ذات نفسه، يعني هيستقبل الريكوست من الكلاينت وبعدين يوزعها على السيرفرات ال10 دول. فهو هنا هيقوم بدور الريفيرس بروكسي، وكلمة بروكسي هنا معناها ببساطة ان هو بيعمل حاجة بالنيابة عن حد تاني. يعني ساعتها هو كبروكسي بيستقبل الريكوست بالنيابة عن السيرفرات التانية، فممكن نعتبره برضو زي البواب اللي بيستقبل الناس ويوجههم للشقة الصح. طب انجن اكس كلود بالانسر بيبدأ يقرر ان هو يوزع الريكوست ازاي؟ اكيد ما بيعملش ده بالحب، ده طبعا بيتوقف على الالجوريثم اللي احنا عاملين له كونفيجريشن. وفي الجوريزمز كتير زي مثلا الليست كونكشن، فهنا مثلا هيروح للسيرفر اللي عليه اقل ضغط. وعندنا برضو الجوريثم تاني اللي هو الراوند روبن، وهو هنا معناه ان انا هروح للسيرفرات بالتناوب او بالتساوي على الكل، فكل ريكوست هيجي لي هبعته على ال10 بالتناوب. ودي من اشهر الخوارزميات المستعمله وبسيطه جدا. فكده الانجن اكس بقى عنده وظيفتين لحد دلوقتي شفناهم مع بعض، هو ان هو ويب سيرفر وكمان بروكسي او لود بالانسر. لكن في برضه مميزات تانية مهمة جدا زي الكاشنج على سبيل المثال. فتخيل مثلا مقال نزل في اقرأتك وعندي ملايين من الناس فتحاه في نفس الوقت، فلو كل ريكوست راح للسيرفر وجاب المقال ده من الداتابيز، فكل مرة هيبقى ده مجهود رهيب جدا ومضيع للوقت. ولكن المنطقي هنا ايه؟ ان السيرفر يجيب المقال مرة واحدة ويجيب كل مكوناته من نصوص وصور ولينكات ويخزنها كنسخة جاهزة استاتيك، ولما اي حد يطلب المقال ده يديها له من الكاش على طول. وده بالظبط اللي بيعمله انجن اكس، بيخزن النتائج اللي مش بتتغير كتير ويرجعها من الكاش بدل ما يروح للسيرفر او الداتابيز كل مره. فعلشان كده لو تفتكروا كان من ضمن الاركتكتشر او الانترنالز بتاعه انجن اكس الكاش مانجر والكاش لودر. ومن ضمن برضو مميزات الانجن اكس السكيورتي. فتخيل مثلا ان احنا عندنا 100 سيرفر لتطبيق بنكي او شبكه اجتماعيه، وده بالمناسبه ممكن يبقى كنز بالنسبه للهاكرز. فلو خلينا كل السيرفرات دي publicly accessible، اي هاكر محتاج يلاقي ثغره واحده بس في اي سيرفر وساعتها ممكن يدخل على السيستم كله بسهوله. ولكن لو خلينا سيرفر واحد بس هو اللي publicly accessible وال99 الباقيين وراه، فده هيخلي انجن اكس يبقى بمثابة درع حماية للسيرفرات دي كلها من اي هجمات. وبالشكل ده نقدر نركز كل اجراءات الامان على مكان واحد بس بدل 100، ونقلل جدا من احتماليات الهجوم. وبما ان عندنا نقطة دخول واحدة بس، فهيبقى اسهل طبعا ان احنا كمان نطبق فيها الانكريبشن. يعني المتصفح دلوقتي يقدر يبعت انكريبتد ريكوست ب SSL او TLS، فحتى لو حد شاف الترافيك في النص مش هيقدر يقراه، ووقتها الانجن اكس يقدر يفك الانكريبشن دوت بنفسه او يعديه للباك اند سيرفر ويخلي الباك اند هو اللي يفكه بنفسه. وبالمناسبة الممارسة دي بتكون أأمن في كتير من الأحيان. ونقدر كمان نعمل كونفيجريشن للانجن اكس ان هو يرفض اي ريكوست مش معمول له انكريبشن ويقبل بس ال HTTPS ريكوست. وبكده نكون شفنا مع بعض الاركتكتشر بتاع انجن اكس والانترنالز بتاعته، وكمان شفنا مميزاته واستعمالاته في نواحي كتير زي السكيورتي والكاشنج واللود بالانسر وغيرهم كتير. فلو حابين نعمل فيديو تطبيقي عنه سيبولي ده في الكومنتس. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.